وانت بتختار اي حاجة، انت مش بتختار هي نفسها، انما انت بتختار التمن اللي هتدفعه من وراها. دي الحقيقة اللي كلهم مش بيقولوها لك. السلام عليكم جماعة الخير، عاملين ايه؟ حابة اتكلم معاكم في موضوع ما يطولش شرحه ولا حاجة، هو هيخلص في دقيقتين 3 بإذن الله. لما بتيجي تختار الحاجة انت بتدفع تمنها. انت كل حاجة في حياتنا ليها تمن، كل حاجة بندفع لها تمن كبير جدا، على حسب هي ايه كمان. طيب، لما بتيجي تختار شيء انت مش بتختاره هو، انت بتختار التمن اللي هتدفعه من وراه. مثلا انا قررت ان انا اختار طب بيطري، انا اخترتها بس من وسط اختيارات كتير قوي. انا ذاكره كلمه اختيار، يعني انا بايدي بكل ارادتي بكل وعي اخترت دي. اذا انا مختاره التمن اللي هدفعه من وراها. ايه هو التمن اللي هدفعه من وراها؟ هدفع ايام، هدفع ليالي، وانا قاعده منكبه زي ما بيقولوا على الكتاب، قاعده بذاكر. هدفع مناسبات المفروض احضرها انا مش هقدر احضرها عشان وقتي ضيق. هدفع امتحانات كتير جدا جدا جدا، ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ومفيش وقت اتنفس واخد راحتي فيه. كل ده تمن انا هدفعه وغيره كتير قوي، بس انا مش هوجع دماغكم صراحة. طيب، نيجي بقى لشخص ظالم مثلا. هو اختار بكل وعيه، بكل دماغه، بكل ارادته ان هو يظلم شخص ما، وعنده استحقاقية عالية جدا ان هو لا انا ما ظلمتكش، ده حقي. لا، هو مش حقك، انت ظلمته. ف هو واعي واختار ان هو يظلمه وياكل حقه، فهو ما اختارش ان هو يكون ظالم. مش عايزين نظلمه يا جماعة، لا، انما هو اختار يدفع تمن ظلمه. يعني ايه تمن ظلمه؟ ما هو مش الشخص ده هيجي يوم القيامة راجل لراجل؟ الشخص ده هيجي كده يقف هو واللي ظلمه ويقول لك ويحاسبك انت عملت فيا واحد اتنين تلاتة في الدنيا، وانا عايز بقى حسابي، انا عايز بقى اللي انت عملته فيا في الدنيا دلوقتي. هيديهوله ازاي؟ مش هياخد من حسناته؟ او الراجل الظالم هيشيل من ذنوب اللي ظلمه؟ هو مش فيه عذاب؟ هو مش فيه حق؟ هتقولي ربنا بيسامح، ربنا بيسامح، بيسامح سبحانه وتعالى، هو الغفور الرحيم، لكن في حقه، وده لما الإنسان يتوب، بس ده شرط التوبة. طيب، بس ربنا ما بيسامحش في حقوق العباد. ربنا مش بيسامح في حقوق العباد إلا لو العبد سامح في حقه في الدنيا. فخلينا نكون فاهمين إن أي شخص يختار شيء هو بيختار التمن اللي هيدفعه من ورا اختياره. دي الحقيقة. الفيديو ده نهايته، بس لو الفيديو ده لمس شيء فيك وخلاك تحس انك عملت شيء مش ولا بد، ظلمت فيه انسان او اكلت حقه، فانت فيها، انت فيها. عشان النهاردة اللي هتدفعه جنيه، هناك حتى الجنيه مش هتعرف تجيبه. فحاول، حاول جاهدا انك تخرج من الدنيا سليم، سليم مفكش خدش من ظلم الناس، يعني من انك تظلم حد. حاول تخرج منها وانت مش ظالم حد، عشان التمن غالي قوي قوي هناك. سلام.